فاحنا دائما لازم ننقل صوره حلوه كاعلام كفنانين عن هذا البلد. شلون يجيك سياح اذا انت طالع بث مباشر وقال ها ماكو امان، كهرباء ماكو، اكو مشكله، شلون راح تخلي الدول البقيه تشوف او تسمع من عندك وتجي لهذا البلد تشوفه سياحه، دخل لنا انت دولار، دخل لنا دولار للبلد. فبالتالي لازم تكون عندنا هيك ثقافه. اول عمل اشتغلته كان مسرح، تلفزيون؟ والله اشتغلنا اعمال قصيره، يعني افلام قصيره سينمائيه. سينمائيه حلوه هاي الافلام. بعدها طبعا ما معروضه لانه تعرف كان الدعم ذاتي. اي فبدنا نشتغل بين. اشتغلت عده مسرحيات من ضمنها تاريخيه ويا من تاليف واخراج الاستاذ الكبير هو معلمي عباس الشواب. تحياتنا له. شكرا استاذ عباس الشواب. وعندنا مسلسل ان شاء الله، تحضيرات على مسلسل شهر رمضان المبارك. طبعا للطليعه هنا قناه الطليعه ان شاء الله. استاذ عباس محتكر للطليعه. اي ما شاء الله. هو العام كان صيام ابو عصام من مسلسلات كوميديه حلوه، سكتشات حلوه صغيره. هي هاي تقريبا يعني مثل كوميديه تكون هاي. عم اكو شيء كوميدي؟ بالفعل بيها كوميدي. يعني اخر من يعلم غير استاذ عباس شواك يقول لي. ويعني يمكن اعتقد الفنانين استاذ جواد مدهش. جواد مدهش. عدي عبد الستار. واكيد ست حياه الشواك. ست حياه الشواك كمين. وانت وبعد شباب. والله شباب. ما مطلع الصراحه، يعني احنا هالكم يوم راح نبدي بيه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق بالتوفيق. الله يسلمك. واكيد انا حزوركم يزيدنا الشرف اكيد انت ويانا ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله. شنو طموحك انت كشاب فنان شاب جديد بعدك على الساحه؟ شلون تشوف الساحه الفنيه؟ والله قلت لك انت دخلت بعد الوسط. دخلت اني طبعا هاي الفن موهبه عندي من اني وصغير. يعني احب الفن. كنت متاثر بالممثل الامريكي ارنولد شوازنجر. فحبا شو ما عندك مثل جسم؟ ما اقدر يعني احنا ارنولد عضلات حبا بي دخلت في رياضه كمال الاجسام. اي لعبت، ولكن بقيت محافظ على وزن ثابت، يعني حتى عندي مشاركات بطولات، عندي اوائل، يعني عندي شهادات اوائل. صح. على مستوى محلي يعني مو دولي. فتنس فتنس مو بادي بيلدينج. لا فتنس احسنت. فعندي على مستوى الشمال همين عندي اوائل. نزلت بطولات مال الشمال. ما صحت الفرصه انه اصعد بطولات دوليه. ما دام انت تحب ارنولد وتحب هاي الرياضه، ايش عجب ما سويت فيلم من الافلام القصيره بيها اكشن والله لا اشتغلت اقول لك لا، حبيت يعني ادخل بهذا المجال، ولكن يراد لنا شلون تقول مكان خاص. وبعض الممثلين الشباب هسه انا تقريبا شفت كم شاب تعرف مثل ما تفضلت حضرتك، العراقيين هم موهوبين. صح. فلقيت كم شاب بدنا نشتغل، نريد نشوف ميزانيتها ايش قد تكلف. مو تعرف احنا نفتقر من الدعم المادي مو تمام. اي فريد نشوف ايش قد يكلف. طبعا الوحيد العراق ما عنده افلام اكشن، ما عنده صح. يعني ما قاعد اشوف. هسه تشوف مصر البارحه اني وصديقي سين ما تحياتنا له بدنا ناكل اخطبوط بألف ليله وليله. شوف بدي اسوي لكم اعلان ألف ليله وليله. اي طبعا بالمناسبه شايف واحد من بالتواصل الاجتماعي يشوف هاي الاكلات وبعدين يشتهي ياكلها ويروح ياكلها ويقول انا ندمان انا ندمان ما بي لا طعام. يعني انت ماكل اخطبوط وتنزل وزن؟ اخطبوط لا ما اكلت قطعه صغيره. يعني سامحني الدكتور اكل شيء قليل بس حبيت اتذوقه. اوكي. فقلت له صديقي، قلت له احنا ليش ما عندنا فيلم زومبي؟ ليش ما نقدر نمثل فيلم زومبي هنا بالعراق؟ عندنا يعني مثلا بشوف رسمت له اياه، قلت له انا نازل، انت نازل من جسر الجادريه على جامعه بغداد وفجاه تطلع لك سرب مال زومبي، شنو شعورك؟ فمو غلط والله احنا نمثل افلام رعب وافلام اكشن، بس المشكله انه من اللي يدعمهم، من اللي يمولهم بهذه الاموال. انت شايف افلام الزومبي يراد لهم كم هائل من الممثلين والاماكن الخاصه، واحيانا هي تتصور بالليل، يعني تعرف تكاليف الليل تكون اكثر مو اضاءه واناره وهاي الامور. فانت شنو فكرتك بالفيلم الاكشن يعني؟ والله عندي بلكي يسمعوك ويقولوا لك تعال يلا يا عدنان. والله نتمنى ان شاء الله. قلت لك عندي بعض البرامج اني مخليها ان شاء الله، واكتب اني القصص، بعض القصص، لان اني هم عندي شويه
الهام بهاي الامور مال اكو كتابه رؤيه، القصص. اكو رؤيه. نعم. طيب. فان شاء الله راح نفاجئ الجمهور، ولكن ما ننطي وعد شو وقت، لانه تعرف هاي نراد لها دراسه. طيب، هم شي يوم راح اشوفك تمثل ويا المسلسلاتنا الدراميه الموجوده؟ والله توفيق من الله سبحانه وتعالى. اذا شو تتوقع انه راح يدزون عليك يقول لك تعال عبد الهادي مثل، يا اما انت لازم تصادق المنتج المخرج كذا؟ شوفوا هذا شيء بالفن يعني للاسف احنا مع يعني احتراماتنا علاقات للجميع، وواسطات وكذا، الاحتكار موجود. يعني نشوف بغير دول يشوفون الموهبه بالانسان الذاتيه، خلينا نقول يشوف هذا الانسان هو موهوب عنده هاي ولكن يمنى على مثل ما تفضلت لازم عندك واسطه، لازم عندك ماده، خلينا نقول يلا تقدر تصعد. في حين بعض الدول الاخرى اكو ناس تشوفه هو فقير. واذا نرجع خلي شويه نطلع من هذا الموضوع شويه، مايك تايسون هو كان ملاكم، يعني شافه اكتشفه رجل مدرب مال ملاكمه، شافه هو يعني يشحت بالشوارع. تايسون؟ اي مايك تايسون اكو يعني قصص ينشرون عليه هاي الامور. فجابوه من الشارع، لا دخل شو يسموه هذا اكاديميه ولا دخل دورات. هو كان عنده طاقه وعنده موهبه ربانيه، فالانسان الصحيح اجى اختاره. وكذلك عندنا بالعراقيين لواعيب كره قدم، لواعي بناء اجسام، فنون قتاليه، فنانين، مطربين، اصحاب خامات جميله، ولكن منو راح يكتشفهم؟ صح. وشلون راح يصعدون؟ يعني انا عندي اصدقاء من كنت في تركيا عرضوا علي انه اشارك في مسلسل اسمه سوز، هذا مال عهد. مسلسل راقي جدا وعظيم وعنده مشاهدات وميزانيته كذا مليون دولار. بس كنت ما اعرف احكي اللغه التركيه في وقتها. كنت يعني بدايه داخلها تركيا. نعم. هم صدفه صارت، قال انت يعني عندك كاريزما وعندك شويه جاملني خلينا نقول. فلو هذا موجود بالعراق. هي حلوه المجامله. حلوه تخبل. انا احب واحد يجاملني. راح اجاملك اسمك يخبل. حلوه. لا بالتالي يعني تعطيك طاقه. احسنت. احنا نفتقر من هاي الطاقه الايجابيه. يعني مع احتراماتنا اكو تنمر، اكو احباط. تنمر يعني انا شنو اللي يشجعني؟ انه تاخرت انا في دخولي للفن، بس اللي شجعني كنت سجلت في دوره في شبكه الاعلام العراقيه، اعداد مذيع ومقدم برامج. زملائي تنافسنا؟ لا ما نافسكم، احب يعني هاي هوايه عندي. انا مثل ما يقول اريد اصعد. طموح حلو. طموح عندي يعني قلت لك عده مراحل دخلت بيها توفقت، وبيها اني تركتها. لو مستمر بيها كانت توفقت. يلا عبد الهادي، خلينا ننتقل شويه على الدراما العراقيه، شو رايك بالدراما العراقيه الحاليه؟ والله هي حلوه. الدراما اكثر مسلسل تتابعه تقول هذا المسلسل يا ريتني اني مثلت به؟ والله اتمنى عندي وقت اتابع المسلسلات، ولكن قلت لك عندي معمل مال كيك فماخذ اكثر اوقاتي. معمل مال شنو؟ مال كيك، مال حلويات. هاي الامور بين المحل وبين المعمل. هاي ورا لين حطيت بالون تقول لي هو انا اريد اشوقك. يعني هسه ليش هيك؟ انطيها ريست فتره يعني بعد فد اسبوع مثلا اكل الكيك مالتنا، اشبع من عنده وسوي دايت النوم. لا ما اقدر، ما يرهم تنفجر هاي بمعدتي، ما بيها حيل والله بالونه. زين نسوي لك خاص كيك يعني خاص، نسوي لك كيك خاص. مخرجنا اني ما راح اقدر استمر ويا ضيفنا حكى بالكيك، وتدري اني صار لي 17 يوم كل شيء ماكو، لا اكل لا كله سوائل، فخلي نطلع عندنا روجني كلش ترى. الاخطبوط والله ما كانت شويه. تحياتنا لكم بالكنترول، ان شاء الله اعزمكم على اخطبوط تاكلوا وتجربوا. نطلع عندنا فقره، يلا نروح نشوف مشاهدينا الكرام المعجزات القرآنية وراجع لكم. نعم مشاهدينا الكرام، رجعنا وياكم ومع الممثل الشاب عبد الهادي. صباح الخير مرة ثانية. صباح الخير عليك. شلونك؟ المشاهدين الحمد لله. بعيدا عن الأكل والكيك، شلون تشوف أداء الممثلين العراقيين أنت كمتلقي مو كفنان؟ والله أغلبهم أدائهم حلو. الأكثرية كلهم حلوين، يجيدون كل الأدوار يعني من كوميديا إلى. شفت مسلسل حيرة؟ تابعته يعني حلو. أنا صراحة أنا أكذب عليك، أنا ما أتابع يعني حتى المسلسلات الرمضانية ما أتابع أشوف فيش مقتطفات، بس ورا ما يخلص المسلسل أقعد على رواق على اليوتيوب وأتفرج. هو الوقت أنا يعني أحب هيك، أحب إنه أحضر كرازاتي هاي سابقا والعصير مالتي، واقعد قدام البلازما وشغل اليوتيوب واشوف حلقه
بحيث يكون حلقات متتاليه. انا ما انتظر